لما بنقوله في شيء مش مظبوط بيحصل جوه النادي الاهلي مش من فراغ. النهارده صحينا لقينا محمود كهربا اترحل من الامارات وخرج من المعسكر عشان يتنرفز على المساعد بتاع كولر. تمام، مفيش مشكله، لان محمود كهربا خلاص بقت مشاكله كتير ومش مركز. بالرغم يعني اللي هو ليه حق، بس المفروض ما يتنرفز ليه؟ لان امبارح كولر اللي عمله ده، العجين اللي عمله دوت وقله التركيز اللي هو عمله امبارح دوت، المفروض ما يسكتش عليه. بس احنا سكتنا قلنا عشان خاطر عندنا ماتش يوم الخميس، بس الواحد مش قادر يسكت. هو انا عايز اعرف حاجه، هو احنا بنجيبه لعيبه ليه؟ يعني رضا سليم دوت، هو ده مش جناح ومحترف وجايبينه بملايين؟ لما انت عندك ازمه ما عندكش جناح بتلعب امام عاشور، طب ما تلعب رضا سليم. ماله رضا سليم؟ هو عنده خلاص. عندك ازمه في المهاجم، طب ما تلعب كهربا. ها، ما تلعب صح، ما تلعب برضا سليم والعب ببيرسي تاو والعب بكهربا والعب بامام عاشور في النص، فاهمني؟ والعب بلعبك العادي. انت ليه انت ليه بتلخبط؟ هو انت هو لخبطه وخلاص. بس على العموم، في حاجه غلط جوه الملعب في نادي الاهلي، احنا هنسكتوا عليها لغايه ما نشوف ماتش السوبر هينتهي على ايه، وبعد كده هنتكلم.